السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم حبيباتي في قناة وصفات أم رهف. نرحب بكم كامل ونتمنى تكونوا في أحسن أحوالكم يا رب العالمين. جيتكم بعد غياب طويل. اليوم حبيت نبارطاجي معاكم هاد لا فيديو تاع بجاية كيما رحنا في الصيف في أوت، لو 19 أوت. حبيت نعتلكم الجولة اللي قمنا بها في شلالات كافريدا. الحقيقة انها بلاصة الله يبارك ما شاء الله، انا اول مرة نزورها وسحرتني هذه البلاصة بالمناظر تاعها الخلابة. بدينا معاكم هذيك الطريق في البداية بعد تاع الفيديو، هذيك شغل طلعة جاية، طلعة طويلة هكا حتى تطلعوا للأخر كيما راكم تشوفوا في الفيديو. من بعد تلقاو هادم الأزقة هادم يبيعوا فيهم هكا حوايج تقليدية، سناسل، قنادر كيما راكم تشوفوا في الفيديو. هاو الفيديو يعبر على نفسه كيما راكم تشوفوا منا. هادم قنادر هاهم الزي القبائلي على كل الألوان وكل الأشكال وكل الأنواع. اللهنة هادم ثاني ديزاكسيسوار هكا. هذه الزنقة هذه شغل جاية طويلة هكا، ومنا يبيعوا على دو كوتي. الكوتي هذا منا فيه الحوايج كيما قلت لكم كيما راكم تشوفوا، والكوتي ثاني الاخر فيه. المهم كي تطلعوا للشلالات هذم تسلكوا الطريق هذا باش في النهاية تاع الزنق هذم تلقاو هذا الشلال. شوفوا لهنا يبيعوا هذم الحليس، سناسل، لي براسلي، المهم كلش كاين. الاواني التقليديه هاكم كيما لهنا تشوفوا المهراس، القصع هذوك. ولهنا في الاخير تلقاو لهنا هادم اللي يصوروا بالزي التقليدي القبائلي، صراحه روعه. شوفوا لهنا كي توصلوا لهنا كي تحبوا تصوروا تخيروا اي لبسه عجبتكم. شوفوا لهنا هذاك الشلالات في نص هذاك الجبل، يعني طبيعه واش نقول لكم ساحره. عنده واحد الهواء بارد، الماء تاع هذاك الشلال ثاني بارد. يا الصوره تعبر عن نفسها. انا على قد ما نعبر لكم وعلى قد ما نشرح لكم ما نقدرش نوصف لكم السحر تاع البلاصه هذيك. شوفوا كيفاه لهنا كاينين الدروج هذم يهبطوا للشلال لتحت هكا. كلش البلاصه هذه ضيقه بزاف، هذه تاع الدروج كي تعودوا هابطين. ومن بعد تلقاو واحد شغل جسر هكا ثاني صغير تعقبوه. شوفوا لهنا هذا هو الشلال، منها كاين الماء ومنها ثاني الولاد يعوموا، الكبار يعوموا، الصغار يعوموا، كامل. الماء تاعو بارد بزاف بزاف. شوفوا هذاك الشلال في نص هذاك الجبل، اي وحد المنظر يعني خلاب سبحان الله. احنا اللي هنا رحنا مع الصباح هكاك ولقينا هذا الكم الهائل من الناس. شوفوا لهنا هذا اللي هنا وين يصوروا
ومنا تلقاو هذا الشلال. واحد المنظر، واحد الريحة هكا تاع الطبيعة، واحد الهواء هايل هايل. انا اول مرة نروح لبجاية صراحة. مكان يعني رائع. ولا هنا رحنا ثاني، احنا ثاني رحنا نصوروا. شوفوا هنا، هذا من الألبسة التقليدية كامل. كي تحبي تصوري تخيري واحد منهم وتلبسيه مع هذا من الحوايج هذه التقليدية. حقيقة رائعة، روعة روعة. وكاين لهنا هذا من الفرخ الطاوس، هذا ثاني تحبوا تصوروا معاه. والالبسه هادم للولاد الصغار، كاينين للولاد الصغار، كاينين للكبار، كاينين للرجاله للنساء. المهم عائله كامل يلبسوا لكم، من اللبسه للحلي لهذيك المحرمه اللي ديروها على راسكم. المهم كلش. شوفوا لهنا واحد الالوان، واحد الديكور يعني رائع. خليكم مع هذه الصور. هذه الهبطة تاعو كي. ولا هنا تلاقينا بهذا القرد هذا الصغير، هب الولاد هي بعدا جات كي شافوه بالخلاص. واحد القرد صغير يسخف فرات، يعطيولو التوت ياكل. شوف اها، عجبهم ماتوا عليه. صورتهم معاه، لعبوا معاه. انا نقول لهم هيا نروحوا، هو مازالوا برك معاه. لهنا قاعدين نستناو في الكادر اللي درنا فوطو هكا عائلي انا والولاد. وهنايا هبطنا للمطعم العائم هذا، روعة روعة. شوفوا شغل حاطين طوابل هكا في نص هذا الماء، تحطوا رجليكم في الماء والطوابل كيما راكم تشوفوا. الماكلة تاعهم صراحة رايعة بنينة. هذا الدجاج على الفحم، بصح كلش غالي غالي غالي. راكم تعرفوا البلايص هذم السياحية هاو لازم يكون فيهم الاسعار كيما هك اي بارتو. شوفوا صورت لكم الجهة اللي من هي. هذا المطعم كبير، اننا صورت لكم غير البلاصه بك اللي قعدنا فيها احنا. لهنا هاد من الصبابط كي يدخلوا، تنحي صباطك تحطوه ثم وتدخل هكاك بالحفا. وفي الاخير حبيت نختم معكم بهذا المنظر الجميل تاع الغروب. كي روحنا مع العشيه زدنا هبطنا للبحر. واحد المنظر تاع الغروب ساحر. نتمنى يكون الفيديو عجبكم. مع السلامه في فيديو